ازيكم عاملين ايه؟ يا مساء السعاده، يا مساء الهنا. تعالوا بقى روتين مسائي او عشوه مسائيه. العيال عايزين يتعشوا. تتعشوا ايه؟ عايزين يتعشوا بليله. يا ولاد خلوها على الفطار. لا اعملها لنا دلوقتي نتعشى بينا ونفطر منها كمان. يلا بينا نعمل البليله سوا. تعالوا كده. معايا هنا نص كيلو قمح، طبعا منقياه كويس هغسله، ومعايا مج سكر. السكر طبعا حسب الرغبه، ومعايا كيس فانيليا، ومعايا كيلو ونص حليب. القمح طبعا بيشرب بالحليب، فمعايا كيلو ونص لان انا ما بحبش احط عليها ميه خالص. فضيت الحليب بقى. يلا نحطه بقى يغلي. اما بحب انا الاول الصراحه كنت بحب احطه ايه، كنت بحب احطه على طول كده هون على القمح، بس انا لا، قلت هخليه يغلي الاول وبعد كده ايه اما القمح يستوي احطه. نحط كده الحليب يغلي، ونجيب بقى الحله الشقيه بتاعتنا دي نضيف عليها ايه القمح. نغسل القمح، هجيب بقى الحله الشقيه بتاعتي دي واضيف عليها القمح. احط فيها القمح كله طبعا بعد ما غسلته كتير جدا. لو حابه تنقعيه انقعيه بس. وهرفع الحله بتاعتي على النار. بسم الله. هنا اللبن خلاص هيغلي، هبدا اطفي عليه واسيبه بقى. بصوا قبل ما بيغلي كده بحب اقلبه عشان اطلع منه ايه اي ميكروب فيه. خلاص هو هيغلي خلاص اهو معايا. هنا القمح غلي زي ما انتم شايفين. هغير الميه بتاعته واحط ميه نظيفه. انا كده غيرت له الميه بتاعته ورفعته خلاص على النار وهغطي عليه. عايزه اقول لك حاجه معلومه كده بمناسبه ان احنا بنغطي عليه. لو انت هتتابعيها باستمرار زي غطي عليها، مش هتتابعيها وغطي عليها وروحي بقى شوفي وراكي ايه تعملي اي حاجه عشان ما تفرش وتغرق البوتاجاز. القمح بتاعي خلاص شرب الميه كلها، ما فيهوش اي ميه خلاص زي ما انتم شايفين كده. واللبن بتاعي اهو. هحط بقى الحليب، لبن او حليب زي ما بتلقوا براحتكم يعني، احنا بنقول لبن. ادي ضفتي كده معايا كيلو ونص حليب حطيته. عايزه اقول لكم اللهم بارك القشطه فيه كتير جدا. الحليب ده والقشطه ما شاء الله كتير جدا. هضيف طبعا السكر طبعا التحليه حسب الرغبه، واقلب. بعد كده بقى اضيف الفانيليا وابدا ايه اغرفها. الله 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 على الريحه. هنضيف بقى الفانيليا اهي. اقول لكم بقى حبه بليله تستاهل بقكم والله العظيم. طعمها جميل، وفعلا العيال عندهم حق ان احنا نتعشى بيها. زمن زمن اللي جنبنا يا اللي جنب يا اللي جنب سامعين عمر بيغني ازاي؟ اقول لكم بقى تعالوا ذوقوا. وكمان هكون مع ماما حبيبتي غرفلك يا روحي بس تبرد. عايزه اقول لكم حبه بليله بقى والله العظيم. في ناس بتحب تاكلها كده في الطبق، وفي ناس بتحب تشربها في الكوبايه زي ما انتم عايزين. انا من الناس اللي بتحب تشربها في الكوبايه. الله 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 الله. باي 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 باي. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. اشوف وشكم بخير وباي باي. باي باي. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.